هذا الفيديو هذا مهم للناس اللي جداد في اسبانيا. حطيت 4 الفيديوز صغار في ضربه واحده، يعني ما نطولش عليكم. فيديو روعه 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 للناس اللي جاو جداد او للناس اللي باغيين ناويين يجيو اسبانيا. احسن بلاصه يقدر يجي ليها الانسان اسبانيا بلا وريقات شنو هي. شوف بحال الاخت هذه هي وليداتها باغيين يجيو اسبانيا، لازم تركزوا معنا باش تعرفوا المناطق اللي غتجي معكم. كما كنعرفوا الكرا ما كاينش في اسبانيا، الناس بوريقاتهم وقدامهم بالجنسيه والاسبانيول حرفت لهم في الكرا، ما كاينش الكرا. انا نهضر لك على المناطق اللي مزيانين وعلى حسب البروفايل ديالك انت اختار لي المنطقه اللي عجبك. بنادم الاولاد انا بالنسبه لي بايس باسكو بامبلونا. لماذا؟ لان واخا نقولوا الانسان ما عجبهاش الكرا ما تهضرش عليه، اسبانيا كامله كيف كيف. الكرا صعيب في بامبلونا وبايس باسكو، ولكن اذا دبرتي تما الثغره راه يقدروا تجوز واحد المده 6 شهور عام يبقاو يخلصوك يعطيوك المعاونات. يعني ما تسوفريش بحال المدن اخرين، وسيرتو بالناس بالوليدات صافي. يعني هذه المناطق الناس اللي عندهم الوليدات كنصحهم بهذه المناطق هذو. وبزاف الناس ما يكونش متفق معايا لحقاش هو كيضرب تحت الطابله وما خصوش يهضروا على هذا الشيء. وبصح معنا حنا الحمد لله اسبانيا زنقه 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 دار دار، فهمتيني؟ الحمد لله كنعرفوا اي بلاصه شنو فيها اللي مزيان وشنو فيها اللي ناقص شويه. اما الناس كيكون ماشي بوحديته كيقول لك اخويا ماما واش تنصح لي؟ الا عندك شي صنعه يا خويا اختار لي مدينه كبيره، انت بوحديتك غتجبر شومبره 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 غتجبر. اولا الاختي انت هنا الا بغيتي عاود تجي تقول ليش من بلاصه مزيانه ما عندكش وراك تمشي للبلايص اللي كيطلبوا فيها، بلايص كيطلبوا فيها يعني اعانه الناس كبار. نعطيك واحد جوج مدن، مثلا مدريد فيها كرا غالي ولكن خدمه مطلوبه للنساء، مطلوبه كيكارديو هذاك النساء ولا رجال كبارين والدراري صغارين كيمشيو للمدرسه كيخليوها معاك، وبعض المرات هما يعطيوك السكنه وكل شيء صافي. اما الناس واحد ما عنده ني صنعاني والو وكيقدر يخدم فلاحه، غنعطيك 3 المدن، غنعطيك جوج والثالثه انت وزهرك. بغيتي تخدم فلاحه ولبا اخويا، ولبا هي الخدمه اللي فيها الفلاحه. الميريا فلاحه، ونزيد لك واحده اخرى مورسيا انت وزهرك، يعني فيها الفلاحه ولكن قال لك تما الخدمه بمعارف. هادشي اللي كيقولوا الناس والله اعلم، انا ما قلت والو صافي. المهم ان نتمنى الله سبحانه وتعالى نكون نفعتكم. اما بالنسبه للاخت راه ما تخافيش يا اختي، القانون فيه 3 سنين. واخا انت مثلا جيتي عاد جديده من اسبانيا ديري بروفات ديالك، وكل 3 شهور ديري بروفات ودبري شي شهاده السكنه باش تدخلي وليداتك يقراو. وهادشي اللي كاين، حقاش بلا شهاده السكنه ما تقدرش تدخل وليداتك يقراو. والسلام عليكم والله يسر الجميع. دعيو معنا وبارطاج بارطاج يا حبيبي، بارطاج يا بابا. يلا تبارك الله عليك باش توصل الفكره لاكبر عدد الناس. انا ماشي كنترزق بهذا الفيديو، راه الحمد لله ربي عطاني الكنز في يدي كنجيب به الحمد لله والعقل. اما هذه راه بعض المرات حتى الكونيكسيون ما كنخلصوش فيها صافي. هذا ما كان، السلام عليكم. بارطاج ديالك يا خويا، مادام عندك شهاده السكنه خصك تمشي لشي بلايص اللي كيطلبوا فيهم غير شهاده السكنه. وانا ذكرت فمي راه نوثق مثلا اليكانتي، مثلا سلامانكا، مثلا بايس باسكو، مثلا كاتالونيا وخصوص برشلونه. يعني هادو بلايص اللي كيطلبوا فيهم اي شهاده السكنه تجبد لهم ليستوريكو، يعني ليستوار لمده عامين شهاده السكنه وتوكل على الله. اما دابا العكس صحيح، العكس صحيح. الناس اللي عندهم البروفات وما عندهم شهاده السكنه. اولا الا كنتي في هاد المدن هادو اللي كيركزوا على شهاده السكنه اللي ذكرتهم لكم، ما تقلق، ما يصرى لك والو. عاد شد واش غادير، عاد تمشي تعمل شهاده السكنه ولا تجي تكمل على شي بروفات في المدن اللي كيطلبوا البروفات. يعني مثلا انا ساكن في برشلونه عندي البروفات ما عنديش شهاده السكنه، وبرشلونه كيطلبوا شهاده السكنه. انت بقى دير ديك البروفات ديالك في برشلونه كل 3 شهور بروفات، شهرين ونص، ماشي دائما البروفات الحكوميه ياك. وكتمشي اخويا كتمشي للبلايص اللي كيطلبوا البروفات، مثلا اندلسيه كيركزوا على البروفات وتمشي وتدفع. مثلا ارميريا مالاكا هكذا، ملي تكون من عامين دبر شويه السكنه ديالك وسير توكل على الله صافي. يا جماعه الخير ان شاء الله نكون فسرت واضح ان شاء الله. راه ما بقى لي الوقت، راه مكتوب بالتماره، راه بزاف البروجيات في الراس، راه هادشي غنعملو لله في سبيل الله صافي. يا خوتك اللهم ييسر الجميع ان شاء الله، ربي يفرج على جميع المسلمين. اسمع لي يا بابا الله يحفظك، اسمعني مزيان. الا كنتي مهتم بالقوانين باش تريقل وراقك في اسبانيا وما عارف والو، او لو كنتي جديد في اسبانيا لازم تسمعني.
راه بان لي واحد الفيديو عاد يجيبكم 5 يقول بانه الا ما جبرتيش شهاده السكنه سهله مهله، مشينا عند الطبيب بريفي جبد منهم واحد الورقه، قول له مريض خلص، المهم سير في حالك ديرها في الجيب، ما جبرتيش امشي اخويا شد البيس حشت البيه في الجيب، ها هو بروف عندك، الكار بروف عندك. نو يا خويا سمعوني مزيان، ما نطولش عليكم، غادي نشرحكم التفاصيل باش ما يحشيها لكم حتى واحد. راه المضخم اللي كيهضر اقسم بالله العلي العظيم، وعطيتيه الجريده في اسبانيولا ولا قرصت الاولاني والله حتى نعتذر. اول حاجه غادي نشرحكم شهاده السكنه، هي احسن حاجه تقدر ديرها وبلا بيها ما دير والو، هي الشهاده الرقم 1 في اسبانيا. ثانيا شهاده الطبيب، ثالثا شهاده المدرسه او لا المكتبه، صافي يا بابا، وكرز الرخا حتى هي خدامه، ولكن بلا شهاده السكنه ما دير والو. اما الا مشيتي للطبيب بريفي راه كيبقى بريفي، خصك تكون عندك شهاده حكوميه ما عند واحد منظمه ديال الحكومه. طبيب بريفي بحال فارماسيان بريفي، هادوك كاع بريفي، بحال الكار بريفي، هادوك الشواهد ما كيعترفوش بها الدوله الا مكملات. كنكونوا عندك واحد الفرق، واحد المده ما متي فيها شهاده السكنه تقدر تكملها بهاد البروفات، اولا تصيفط الفلوس اولا صيفطولك، صافي بابا. هي تصيفط الفلوس ويصيفطولك، حسم داك الورقه د الكار وحسم اي حاجه. صافي يا خويا، نتمنى تكون الفكره وصلت، وبارطاج يا بابا، بارطاج، الله يحفظك، ما تخليش هاد المعلومه عندك. صافي بابا، السلام عليكم. يا جماعة الخير، ردوا بالكم على الكونترات، شوفوا هاد الاخ ديالنا شنو قالوا على سبب الكونترا، واللي هاد الامور ركزنا عليها وحضرنا الناس باش ما يطيحوش في هاد الفخ هذا. السما معنا. عندي كونتراتو في هذا 20 يعني شهر 5 اللي هذا القانون الجديد، يعني طبقت كونتراتو ما عندهمش نهائيا الكريدي، ما كاينش الا بريسان، يعني ما كاينش كريدي، وانما يعني طلبت لي لافيدا لابورال ديال لابريسا، وطلبت لي شنو كيقولوا له شنو نسميها ليها الرينتا. فاش طلبت لي الرينتا قالت لي هذه الرينتا هذه ما يمكنش يدفع بها لان عندهم مدخول قليل. سي فري، كاين بزاف المحاميين ولا شي ناس اللي كيخدموا الورق كديروا، انا قلت لكم الدوسي دائما مشي عند شي واحد كتثق فيه ومن بعد كيصرى لك كيصرى. زيد سمع شنو بزاف المحاميين غادي تجيب لهم كونطرا وغادي فهمت، يعني كاين محامين اغبياء، يعني هو الهدف ديالو غير يتخلص ويدفع لك، وانت كتستنى مده 4 شهور 6 شهور 8 شهور، يعني الانسان كيضيع الوقت ديالو في الاخير يرفضوا لك، فهمتي. المحامين بزاف استغلوني، هذه ادات 300 هذه ادات 350، كل واحد فاش استغلك، وانا رفضوا لي 4 مرات. علاش؟ على هادشي المحامين يعني اغبياء، فهمتي كيفاش. دابا فاش طلبت لي الرينتا ديال لامبريسا صيفطت لي ميساج قالت لي هذه ما يمكنش يدفع بها، حيت هاد الرينتا هاد لامبريسا يعني عندها المدخول قليل، يعني ما عندهاش ارباح. الناس اللي عندهم كونترا، حدي راسك اخويا، دائما الكونترا ما يكونش الخيفي دافع اكثر من 3 الناس على الاقل، ويكون مثلا دافع للناس خورناتا كومبليتا خدامين معاه، ماشي انت عامل لك تخدم معاه 35 ساعه وخدم معاه هو الناس على نص ساعه، على نص نهار، 20 ساعه في السمانه. ما يمكنش واحد خدام، يعني الشركه عندها المداخيل بزاف، الامور خصك تشوفها عاد توكل على الله يعطيك الكونترا، ماشي اي كونترا كيزا، راه بزاف الكونترات 60% ولا حنا نكونوا عاديين 50% ولا اكثر كيترفضوا. يعني خصك تركز على هذا الكونترا، وهنا عملنا الفيديوز باش كنوريو الناس كيفاش. صافي رد بالك من الكونترا خصها تكون مريقله، تكون ديك ما عنده الشركه ني كتسالو كلشي ديكلاراسيون ديال انت مريقله كلشي وكتدخل الارباح، ماشي الشركه دائما دافعه خساره وهذيك الكونترا. صافي، وان شاء الله الى ربي ان شاء الله يخرجوا ديك القانون باش ما نهضروش عليه، يكونوا بلا كونترا ان شاء الله، ما نجبدوش باش هو يجبد راسو كما نسيناه حتى جا ان شاء الله. دابا عند سواويجه. السلام عليكم.